مشاهدينا الكرام، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، برحب بحضراتكم حلقة جديدة والمواطن المصري. حلقتنا النهاردة مليانة تقارير مختلفة أتمنى كلها تنال إعجابكم. أول تقرير معانا النهاردة عن تدريب وختام تدريب مجموعة من الضباط الأفارقة، وده تم في مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة خلال الأيام اللي فاتت، وعدد من الدورات التدريبية تحت إشراف مدربين مصريين لهم خبرة عالية وكفاءة متميزة. وكانت الدورات التدريبية المختلفة في مجالات عدة، زي يعني الحقيقة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، تأمين منافذ وحدود الدولة، الكشف والتعامل مع المواد المتفجرة، وأيضا مكافحة الإرهاب. شارك في هذه الدورة 120 من الكوادر الأمنية الإفريقية بيمثلوا 30 دولة إفريقية، واكتسب المتدربون خلال تلك الدورات مهارات فنية وأمنية للتعامل مع تلك الجرائم من خلال طبعا بيانات عملية وأيضا محاضرات نظرية، وده اللي بيأهلهم ان هم لما يعودوا لبلادهم كمان ان هم ينقلوا هذه الخبرات لزمايلهم علشان كمان هم يكتسبوا تلك الخبرات. وده بيأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم الأجهزة الأمنية الإفريقية وثقل مهاراتهم الذاتية والقدرات أيضا للكوادر الإفريقية، واجتازوا هؤلاء المتدربين 120 من الدول الإفريقية المختلفة تلك الدورات بنجاح. والحقيقة كمان تم تنظيم احتفالية لتكريم هؤلاء المتدربين. خلينا نتابع مع بعض في تقريرنا اللي جاي. تمثل مصر قبلة الأشقاء الأفارقة لإثقال مهاراتهم التدريبية في المجالات الأمنية، لما تتمتع به من ريادة في هذا المجال، حيث تفتح وزارة الداخلية منشآتها التدريبية الأمنية لتنهل منها الكوادر الأمنية الأفريقية التدريب والعلوم الشرطية الحديثة تحت إشراف مدربين مصريين ذوي كفاءة عالية. واستمرارا لهذا التعاون، فقد نظم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة عددا من الدورات التدريبية في مجالات مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر وتأمين منافذ وحدود الدولة والكشف والتعامل مع المواد المتفجرة ومكافحة الإرهاب. شارك فيها 120 من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 30 دولة أفريقية. Je vois en Égypte une terre de patrie, une terre de référence pour l'Afrique. Vraiment, nous sommes très contents de savoir qu'on a eu, qu'on transmettra à nos parents et amis de notre conjoint. وقد اكتسب المتدربون الأفارقة خلال تلك الدورات المهارات الفنية والأمنية للتعامل مع تلك الجرائم من خلال بيانات عملية ومحاضرات نظرية، ما يؤهلهم للتميز في أداء عملهم عقب عودتهم لبلادهم ونقل ما اكتسبوه إلى زملائهم في العمل لمحاصرة هذه الجرائم، وهو ما يأتي في إطار حرص وزارة الداخلية المصرية على دعم الأجهزة الأمنية الأفريقية وصقل القدرات الذاتية لكوادرها. Thank the government and the people of Egypt for giving African brothers such an opportunity to come and learn in this academy. I believe the training we have acquired, the skills, will go a long way to fight crime in our respective countries. I thank you. Long live Police Academy, long live Egypt, long live Africa. وقد اجتاز المتدربون تلك الدورات بنجاح كبير ونظمت احتفالية لتكريمهم. السيد أرياريكا ويليام من دولة غانا ممثل الدورة من الناطقين باللغة الإنجليزية. السيدة روزالين كريبان من دولة بوركينا فاسو أول ورقة عمل. يشار إلى اطلاع مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتنظيم 320 دورة تدريبية
للكوادر الأمنية الأفريقية استفاد منها 9256 متدرباً يمثلون 49 دولة أفريقية. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. الحقيقه على فترات متقاربه بنشوف وفود من الاعلام العالمي والمحلي ايضا ومن الحقوقيين بيزوروا السجون المصريه، والمره دي الحقيقه الزياره كانت لسجن الفيوم العمومي. كان فعلا في وفد بيضم اعلاميين من دول عالميه ومحليا وايضا عدد من الحقوقيين اللي جم علشان يزوروا سجن الفيوم العمومي، وده لان وزاره الداخليه دايما بتحرص انها بتوري الجميع الرعاية المقدمة للنزلاء وأيضا الأساليب العقابية الحديثة اللي بتتبعها مع نزلاء السجون. وخلال الجولة داخل السجن شاهد الوفد هؤلاء النزلاء والتطعيمات كمان اللي بياخدها النزلاء المخصصة ليهم للوقاية من فيروس كورونا في ظل طبعا انتشار هذا الفيروس القاتل في كل العالم. كمان الحقيقة شاهدوا العيادات الطبية المختلفة والرعاية الصحية اللي بيتلقاها نزلاء سجن الفيوم العمومي، وشملت الجودة كمان شافوا المطبخ وشافوا المنتجات اللي بينتجها النزلاء والمشغولات اليدوية والمكتبة، وكمان فعاليات الندوات الدينية والثقافية المختلفة. كمان تخللها حوار مع النزلاء. طبعا الإعلاميين أجروا بعض الحوارات مع هؤلاء النزلاء علشان يعرفوا منهم أكثر عن أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل السجن، وكمان لأنه وزارة الداخلية دايما بتحرص على نقل صورة حقيقية من أرض الواقع عما يحدث داخل السجن والرعاية اللي بتقدمها لهؤلاء السجناء وحمايتهم طبعا من فيروس كورونا زي ما اتكلمنا، وكمان ازاي يأهلوهم للاندماج في المجتمع بشكل صحي. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في تقريرنا اللي جاي. في كل السجون المصرية رعاية متكاملة لنزلاء السجون وفقا لمنظومة السياسة العقابية الحديثة التي تطبقها وزارة الداخلية، وتحرص على أن يشاهد الإعلام الدولي والمحلي والحقوقيون مدى التطبيق الفاعل لهذه المنظومة ومراعاة معايير حقوق الإنسان الدولية. من هنا تتعدد زيارات هؤلاء للسجون، هذه المرة الزيارة لسجن الفيوم العمومي لتفقد مرافق السجن والخدمات المقدمة للنزلاء. أنا شايف إن هو الأوضاع جوه السجون اتغيرت بصورة كبيرة جدا في الرعاية الصحية. السجن هو سجن حتى لو كان في فندق سياحي، ولكن اللي موجود حتى الهوايات اللي بيقوم بيها النزلاء بتدحض أي رواية بيحاول وسائل الإعلام الغربية إن هي تروج عن هذه القصة إنه في أوضاع سيئة جوه السجون. تكثيف الزيارات ده طبعا له مردود إيجابي جدا. تكثيف الزيارات، عدد المفرج عنهم بالعفو الرئاسي بكميات كبيرة، يعني تقريبا وصلنا دلوقتي ل 6000 خلال شهر، بالإضافة كمان لتكثيف الزيارات 4 زيارات خلال شهر. ده طبعا حاجة يعني، وخاصة انه بيصاحبنا في الزيارات يعني وكالات أجنبية، وكالات عربية، قنوات أجنبية، مراسلين لصحف أجنبية، يعني عشان يروا على الطبيعة وينقلوا إلى الواقع. خلال الجولة داخل السجن شاهد الوفد تلقي النزلاء للتطعيمات المخصصة لهم للوقاية من فيروس كورونا في إطار خطة وزارة الداخلية نحو تطعيم جميع نزلاء السجون، إضافة إلى مشاهدة العيادات الطبية المختلفة والرعاية الصحية التي يتلقاها النزلاء على الطبيعة. كل النزلاء بيطعموا دلوقتي وهيخلصوا من تطعيمهم، فالمصلحة والوزارة الداخلية وفرت لهم التطعيمات في السجون، وده مهم قوي لأنهم في أماكن مغلقة، ففي اهتمام بالتطعيم. وحضرنا النهارده كذا نزيل بيطعم وبيتسأل أسئلة، الدكتور بيسأله كل الأسئلة المهمة قبل ما ياخد التطعيم، فالاهتمام بالحالة الصحية رائع، النظافة رائعة الحقيقة. المستشفى بالذات بصراحة شكلها مبهر، لأن يعني مستواها بالنسبة للمستشفيات في مصر العامة اللي هي للناس العاديين مش السجون تعتبر يعني مستوى يعني راقي، يعني الأجهزة والبتاع كله والأطباء كمان، ومعاملتهم برضو مع يعني عشان بالذات أول مرة أشوف سجين بياخد حقنة بالذات في موضوع الكورونا،
شملت الجولة مشاهدة منتجات النزلاء اليدوية والمكتبة وفعاليات الندوات الدينية والمطبخ وغيرها من مرافق السجن، تخللها حوارات أجراها ممثلو وسائل الإعلام والحقوقيون مع النزلاء لمعرفة أوضاعهم الصحية والمعيشية داخل السجون. بنلاحظ فيها يعني تطور كبير في إطار حرص وزارة الداخلية على تطوير في الفلسفة العقابية للنزلاء داخل السجون، والحقيقة التطور ده بيشمل يعني جميع مناحي الحياة المتعلقة بالنزيل، حتى انه يعني تطور الامر انه السجين نفسه ما بيطلقش عليه السجين، وبنلاحظ على البدلة بتاعة السجن اللي موجودة مكتوب عليها نزيل يعني. فدي برضو بتراعي الحالة النفسية اللي بيقضي فترة العقوبة داخل السجن. والحقيقة طبعا على مختلف المجالات والأنشطة بنلاحظ ان فيه اهتمام بالمكتبة وبالوعظ الديني للنزيل، حتى في المطبخ ونوعية الأكل المقدمة. المساجين يعني عندهم هوايات، وقالوا ان السجن بينمي الهوايات دي والرياضة، يعني هم مهتمين بكل كل الأنشطة اللي ممكن يحتاجها المسجون. هذه الزيارات تعكس التطور الكبير الحاصل في السجون المصرية، سواء على المستوى الصحي أو المعيشي أو التأهيلي، حيث يعد نقل هذا التطور من خلال وسائل الإعلام المختلفة أمرا مهما يقطع الطريق أمام المزايدات حول أوضاع السجناء، فالصورة أصدق من الحديث. اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن زي ما تابعنا في تقريرنا اللي فات ازاي كان مهم قوي انه الاعلاميين من دول مختلفه وحقوقيين ايضا يتابعوا ما يحدث على ارض الواقع في سجوننا المصريه، واهتمام وزاره الداخليه بنزلاء السجون بالذات يمكن الشق الطبي ورعايه صحيه لهؤلاء النزلاء. واستمرارا لهذا الامر واستمرارا لاهتمام وزاره الداخليه بصحه النزلاء من المسجونين، الحقيقه كمان خلال الأيام الماضية وللحماية المستمرة لصحة نزلاء السجون، لأنه في الآخر إحنا هو بينال عقابه عن خطأ ارتكبه، لكن هو بيتعامل كإنسان بني آدم من حقه إن هو يتلقى الرعاية الصحية والمعيشية اللازمة. علشان كده الحقيقة قام قطاع السجون خلال الأيام اللي فاتت بإنشاء مستشفى حديث متكامل داخل سجن المنيا أو سجون المنيا الجديدة، واللي بتأتي في إطار المنظومة الصحية والعلاجية المتطورة اللي بيتم إنشائها داخل كافة السجون، وده للارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة للنزلاء. المستشفى مجهز بأحدث التقنيات العلاجية وبيضم كافة التخصصات الطبية كمان اللي بتوفر رعاية صحية لائقة للنزلاء، وبيشمل المستشفى كمان غرفة عمليات متطورة وفيها تجهيزات وتقنيات عالية جدا. بيمثل مستشفى نموذج من نماذج كثيرة من مستشفيات موجودة داخل السجون على مستوى الجمهورية، لأنه وزارة الداخلية دايما بتحرص على التطوير المستمر لكل ما يهم الجانب الطبي والصحي للنزلاء، وكمان اللي بيتلائم مع قيم حقوق الإنسان اللي بتتبعها وزارة الداخلية. الرعاية اللي بتقدمها الوزارة للنزلاء بتمتد كمان لأسرهم والمفرج عنهم من خلال الدعم اللي بتقدمه إدارة شرطة الرعاية اللاحقة في وزارة الداخلية. والحقيقة كمان في هذا الإطار نظمت الإدارة تحت مظلة مبادرة كلنا واحد اللي طبعا تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية احتفالية علشان تسلم أسر النزلاء وأيضا المفرج عنهم مساعدات عينية، وده يعني كنوع من المتابعة المستمرة لهؤلاء المفرج عنهم ولأسر النزلاء علشان يعني يوفروا لهم حياة كريمة ويضمنوا لهم كمان مصدر رزق مشروع علشان ما يرجعوش مرة تانية لمسلك الجريمة. خلينا نتابع كل هذه التفاصيل في تقريرنا اللي جاي. استمرارا لنهج التطوير الذي تتبعه وزارة الداخلية بهدف توفير رعاية صحية واجتماعية ومعيشية وتأهيلية ملائمة لنزلاء السجون، تنفيذا للسياسة العقابية الحديثة التي تسعى الوزارة من خلال تطبيقها لإصلاح وتأهيل النزلاء ليكونوا أعضاء صالحين في المجتمع. فقد أنشأ قطاع السجون مستشفى حديثا متكاملا داخل منطقة سجون المنيا الجديدة، والذي يأتي في إطار المنظومة الصحية والعلاجية المطورة التي يتم إنشاؤها داخل كافة السجون للارتقاء بالرعاية الطبية المقدمة
المستشفى مجهز بأحدث التقنيات العلاجية ويضم كافة التخصصات الطبية التي توفر رعاية صحية لائقة لكافة النزلاء، كما يمكنها من التعامل مع الحالات الطارئة. ويشمل المستشفى غرفة عمليات ذات تجهيزات تقنية عالية وملحق بها غرفة للإفاقة. عندنا هنا غرفتين عمليات مجهزين بأحدث الأجهزة، كل الإمكانيات اللازمة لإجراء العمليات الجراحية. وعندنا هنا رعاية مركزة بتشمل رعاية قلب، رعاية مركزة عامة. السيد بتاعك في اليوم بالشمال فطلبت أروح المستشفى، فرحت المستشفى قالوا لي أنت عايز إشعة، فعملت إشعة قالوا لي أنت عندك حصوة على جنبك الشمال، فقالوا لي نبقى معاك في الرعاية والعلاج لحد ما الحصوة دي تنزل، وأي حد بيتعب من زمايلنا مفيش حد بيسوق بيجيبوا له علاج على طول. كما تضم معملا للتحاليل به أحدث أجهزة التحاليل الطبية، ويوفر للنزيل كافة التحاليل المطلوبة بخاصة تلك التي يحتاجها قبل وبعد إجراء العمليات الجراحية. النزيل هنا ما بيحتاجش أي تحليل إلا لما بيلاقيه هنا، سواء كان النزيل ده بيتعرض على العيادات الخارجية بكافة تخصصاتها بيلاقي التحاليل اللي بتطلب هنا، وكذلك النزيل اللي محتاج عمليات جراحية بكافة أنواع العمليات الجراحية بيلاقي كل التحاليل المطلوبة. ويمثل هذا المستشفى نموذجا من نماذج كثيرة لمستشفيات موجودة بالسجون على مستوى الجمهورية، تحرص وزارة الداخلية على تطويرها باستمرار لتوفير رعاية طبية مناسبة للنزلاء وبما يتلائم مع قيم حقوق الإنسان. الرعاية التي تقدمها الوزارة لنزلاء السجون تمتد إلى أسرهم والمفرج عنهم من خلال الدعم الذي تقدمه إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بوزارة الداخلية لتنأى بهم عن طريق الجريمة. في هذا الإطار نظمت الإدارة وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية احتفالية لتسليمهم مساعدات عينية، إضافة إلى ماكينات خياطة كنوال مشروع صغير يدر دخلا ثابتا عليهم. ويتم توفير تلك المساعدات بالتنسيق مع عدد من المؤسسات الخيرية وبعض البنوك، وفي إطار الدعم المتواصل والمساندة التي تقدمها وزارة الداخلية لأسر المسجونين والمفرج عنهم. خرجت من السجن والرعاية اللاحقة ما سابتنيش، وقدمت على ثلاجة وقدمت على أجهزة كهربائية كتير. اتصلوا بيا النهارده وقالوا لي تعالي خدي الغسالة. ونشكر سعادة الرئيس وربنا يخليه لمصر كلها وربنا يخليه لينا. وتأتي المتابعة المستمرة من الوزارة للمفرج عنهم وأسر المسجونين لتلبية متطلباتهم وتوفير مصادر رزق مشروعة لهم حتى لا يعودوا لمسلك الجريمة، وهذا هو جوهر السياسة العقابية، تأهيل وإصلاح. خلصت حلقتنا النهارده، على وعد بلقاء الاسبوع القادم باذن الله وحلقه جديده والمواطن المصري.